في مسار حقوقي طويل. سؤالي سيد الوزير، يعني ملف تعديل الفقرة الثانية من الفصل 475 أعيد فتحه بضغط من البرلمان خاصة من طرف المعارضة، رغم أن رئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران سبق وأن وعد داخل البرلمان بحذف الفقرة الثانية من الفصل 475. سؤالي السيد الوزير، لماذا كل هذا التأخير؟ هل أن الحكومة لم تكن مقتنعة واليوم مجبرة على هذا التعديل؟ أولا، هذا التعديل لم يأتي بمبادرة من المعارضة، إنما جاء من مبادرة من فريق من الأغلبية والذي هو التحالف الاشتراكي بضغط من البرلمان سيد الوزير، بضغط من البرلمان خاصة من طرف المعارضة. أنا أقول لك ليس بضغط من البرلمان، لأن الحكومة لها أغلبيتها، ولو كانت لا تريد تعديل هذا الفصل لما عدلت. نحن وبعد إذا لماذا تأخرتم سيد الوزير؟ قلنا بأن هذه الواقعة لا تمثل واقعة اغتصاب، وإنما هي واقعة تغرير، وبالتالي قلنا بأننا سنعمل على مراجعة القانون بما يذهب إلى حذف الفقرة الثانية، وهذا أكدنا حتى في جنيف ضمن التوصيات التي تلقيناها من بعض الدول. الآن بعد أن تقدم فريق من الأغلبية تجاوبنا معه وسارت الأمور إلى نهايتها، وتم حذف الفقرة الثانية من الفصل 475. انتظرتم طويلا سيد الوزير لإعادة فتح هذا الملف وحذف الفقرة الثانية من الفصل 475. السؤال الآن، هل سيشرع في تطبيق هذا التعديل بشكل آني وفوري الآن؟ أؤكد بأن التأخير لا دخل الحكومة فيه. هذا التأخير جاء بسبب الإجراءات التي حصلت داخل الغرفة الأولى والغرفة الثانية، أما نحن فكنا مستعدين منذ اليوم الأول لأن نذهب في هذا الاتجاه. أما بالنسبة لإجراءات التنفيذ، فبعد أن صادق مجلس المستشارين ومجلس النواب على هذا المقترح، فإنه وبعد أن ينشر في الجريدة الرسمية سيبدأ اعتماده داخل المنظومة القانونية الجنائية الوطنية، وبالتالي فإن زواج المغرر بها أو المختطفة لا يمكن أن يكون سبب لإعفاء من العقاب، وليس المغتصبة، لأن القانون المغربي لا يسمح بزواج المغتصبة. وإذا كانت هناك أفهام أو تطبيقات لا تستجيب للنص، فالنص بريء منها، لأن القانون يفرق بين التغرير والاختطاف في 475 وبين الاغتصاب وهتك العرض وما إليها من الحالات الاعتداء الجنسي على الآخرين خاصة منهم الأطفال، في إطار نصوص جنائية أخرى داخل المنظومة الجنائية الوطنية. سيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، شكرا لكم، كنتم معنا